انت مشكلتك لما بتمسك 50 دولار او 100 دولار وبيبقوا تحت ايدك، سواء هو مبلغ فائض عن احتياجاتك او مبلغ معاك فعليا اصلا لسه انت مدبره، بتحاول تشغله وتستثمره. وبتلاقي للاسف ان الاعلانات المكثفه اللي موجوده الاونلاين بتوضح لك ان تكلفه التداول ممكن تبداها ب 50 دولار او ب 100 دولار. فبتلاقي ان ده الاستغلال الامثل للمبلغ البسيط ده، لان ده مبلغ بسيط بيتراوح من 2500 ل 5000 جنيه مصري. بدون مبالغه ده مبلغ لا يساوي اي شيء في الاستثمار. سيبك بقى من اللي يقول لك انا حولت ال 10 دولار ل 3000 دولار والكلام ده. انا بتكلم كقاعده عامه. 50 دولار او ال 100 دولار، مشكلتك النفسيه لما انت بيبقوا تحت ايدك ان انت بتحاول تشغلهم. فبتلاقي ان بيزنس التداول عموما ده اسهل واقل تكلفه دخول. فبلاش كن الفلوس على جنب، والافضل ان انت تنضم الى دوره تدريبيه زي اللي عندنا مثلا مجانيه، وتقعد تتعلم على مدار 8 اسابيع البيزنس ده شغال ازاي وايه مخاطره وايه مزاياه. وبعد كده تحدد انت ان كنت هتقدر تستثمر فعليا ال 50 دولار و100 دولار وتقدر تحقق نسبه منهم كويسه ولا لا.